أنا مهام سوريا من محافظة اللاذقية، من ريف اللاذقية بالأحرى. إلي سنة ونص أنا هون موجودة بأربيل. وهلا إلي عم أشتغل بهذا المجال لأني عملت عرباية لبلب. أول شيء حبنا للأكراد، وسوريا فيها أكراد كتير، هيدي رقم واحد. يعني حبنا للأكراد والعراقيين العرب. يعني بصراحة نحن كبلد سوري أقرب بلد لنا هو العراق. اخترت إني أجي لهون قد سمعت إنه في أمان هون، في بلد الأمان. يعني مثل سوريا سابقا قبل الأحداث، كيف كنا نطلع بالليل، كيف كنا نمشي، كيف كنا عادي. وهون تماما مثل سوريا قبل الأحداث. فلهيك أنا اخترت. اجيت أنا لهون. طبعا هون كثير تعزمت لأنه ما في مجال للبنت بصراحة. الشغل كثير، يعني فرص العمل هون كثير قليلة جدا. بصراحة كمان أكتر أنا ما بحب أشتغل عند حدا. يعني مثلا عرض علي أشتغل، اشتغلت بمطاعم وكافيهات، واشتغلت كثير، حتى اشتغلت بالطبخ بالبيت. ما بحب حدا يكون فوق راسي، ما بحب حدا يحط لي وقت، أنت بتطلعي الساعة كذا بترجعي الساعة كذا. فاخترت هذا الشغل الحر. طبعا أنا برجع بقول بكررها ألف مرة، أنا مو خجلانة من هذا الشغل. طالما إني عم بشتغل بعرق جبيني وماني عم مد إيدي لحدا إلا رب العالمين. مو طالبة شيء من حدا غير الدعاء بالرزق فقط لا غير. بس للأمانة أهل كردستان والأكراد حتى العرب العراقيين في عالم إجوا من محافظات جدا بعيدة، يعني سفر 4 5 ساعات، يجوا بس لحتى يشوفوني، لحتى يدعموني معنويا، لحتى يقولوا لي خلينا معك، أنا على كل سوري سوري. يعني أنا زعلانة من كل قلب لأنه ما كنا هيك، وما توقعنا بحياتنا نلجأ لبلد غير بلدنا. حياتنا ما توقعنا يصير فينا اللي صار. مع هيك الحمد لله برفع راسي بالسوريين. برفع راسي انه ما هميتهم لا شهاداتهم ولا شيء، المهم يشتغلوا، المهم يطلعوا المصاري، المهم ما يحتاجوا حدا. يعني ما كان عندهم تعالي على العمل اللي بدهم يعملوه بالله. يعني انا في اصدقاء لاني مهندسين، في اساتذه عم يشتغلوا دليفري، رافعين راسهم عادي، المهم ما يحتاجوا حدا.